السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو سؤال بس على السريع. يعني هو معقول إن في نهر بيجري في قلب الصحراء من آلاف السنين وبيعدي على بلاد كتير وبيفصل حضارات وبيوصل لمصر بنفس المعدل تقريبا؟ طب سؤال تاني معلش، هو النيل مش بيخلص ليه؟ هو في عنده طاقة متجددة ولا دي خرافات وإحنا مصدقينها؟ طب ركز معايا عشان اللي جاي هيفاجئك. تخيل معايا إن في نهر بيبدأ من بلاد بتمطر طول السنة ويمشي 6650 كيلو متر ويعدي على 11 دولة، وفي الآخر بيوصل لكوباية الشاي اللي في إيدك دلوقتي. بس استنى، هي المية دي أصلها فين؟ وليه عمرها ما نشفت؟ وهل فعلا ممكن تيجي اللحظة اللي نلاقي فيها النيل فاضي؟ هو على فكرة ده احتمال حقيقي. سر النيل الحقيقي مش في مصر ولا حتى في السودان، السر هناك بعيد في الهضبة الأثيوبية، عند الجبال اللي بتمطر عليهم سحب تقيلة. المطر ده بيغرق الأرض كل سنة في موسم اسمه الفيضان. المية بتجري وتنزل في نهر ضخم اسمه النيل الأزرق. النيل الأزرق لوحده بيغذي مصر بحوالي 80% من المية بتاعتها. يعني ببساطة مفيش مطر في أثيوبيا، مفيش نيل في مصر. بس دي مش نهاية القصة. المطر اللي بينزل في أثيوبيا أصله بيتبخر من المحيط، والمحيط خد المية دي من أنهار تانية، والأنهار اتكونت من أمطار جت من سحب، والسحب دي اتجمعت من بخار. يعني المية دي بتلف حوالينا في دايرة ما بتقفش اسمها الدورة المائية. فكل نقطة مية بتشربها كانت زمان في سحابة، ويمكن في يوم كانت في نهر في البرازيل. طب هنا بقى السؤال المهم، هو النيل خالد للأبد ولا قابل للزوال؟ الناس فاكرة إن النيل محفوظ بحكمة ربانية، بس الحقيقة إننا أقرب من أي وقت لإننا نخسره. طب ليه؟ لأن المطر في أثيوبيا ممكن يتأثر بتغيير المناخ، ولأن في سد هناك بيحاولوا يبنوه اسمه سد النهضة ممكن يقلل من تدفق المية، ولأننا كمصريين بنهدر المية بشكل يومي، إن كان في الزراعة والري وحتى في غسيل العربيات. تخيل يوم تصحى تفتح الحنفية مفيش مية، النيل بقى طين، أو أسوأ، النيل نشف. الزراعة هتقف والمصانع هتقفل والناس هتهرب من الأرض. المشهد ده مش خيال علمي، ده تحذير لو ما كملناش على الطريق الصح. من الآخر كده النيل عمره ما كان نهر بس، النيل حضارة وهوية ودم بيجري في شراييننا، ولو معرفناش نحافظ عليه هنتحول لمجرد صفحة في كتاب التاريخ. ولو خفت زينا افتكر إن كل نقطة مية ليها تمن، وشارك الفيديو ده لأصحابك وقرايبك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.